انا بتعامل في مجال العلاقات الزوجيه، بس عشان الكلمه دي بتعمل انتربشن شويه للناس. المهم ان انا بتعامل مع ستات عاده كتير جدا هم عندهم مشكله متجدده ومستمره اسمها انا ما بقتش قادره، انا ما عنديش طاقه، انا مش قادره اعمل اكتر من كده. الست اللي انا بتعامل معاها دي هي ام، هي زوجه، هي منبه، هي سواق، هي ترينر، هي مدرس، هي حاجات كتيره قوي. بتيجي بعد عدد من السنوات، نقول مثلا 5 سنين 7 سنين، طاقتها بتنتهي تماما. لما بتيجي تسالني اعمل ايه، بقول لها انا عايزاكي تكوني انانيه، بس مش عايزاها بالانانيه بالمعنى السلبي اللي احنا نعرفه. لو جينا بصينا على كلمه انانيه هنلاقيها انها بتتقسم لنصين، الانا والنيه. لو جينا اتكلمنا على الانا هنلاقي ان الست ديت الكائن اللي المفروض ياخد باله من نفسه، زائد يبص على نفسه ويدي لنفسه نيه. بالطريقه دي ممكن نلاقي ايجابيات كتيره جدا طلعت من ورا المعنى ده. الست ديت الانا لو بدات تدي نفسها وقت، يكون عندها هوايه، تقرا لنفسها كتاب، تدخل تعمل رياضه، تستنى شويه بعد ما الاطفال يناموا وتركز مع نفسها، تلعب، تروح الجيم، تتمشى حوالين البيت، تعمل اي حاجه تطلع فيها الطاقه وتاخد فوق ده نيه. زي ايه؟ انا عايزه اكون مبسوطه عشان اسعد اللي حواليا، انا عايزه اكون ايجابيه علشان اعرف اتعامل مع الناس، انا عايزه اكون مستقره، انا عايزه اكون مش منفعله. كل ده انا زائد نيه علشان اسعد اللي حواليا. فبكده ممكن اكون ايجابيه، يعني من طريق ان انا بقيت انانيه. ميرسي.